صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ خلاص، كل سنه وانتم طيبين، العيد على الابواب. النهارده هنعمل مع بعض الكحك. هنعمله بطريقه حلوه جدا جدا، وهيطلع معاكم زي ما بنشتريه من بره. هيطلع ناعم ودايب. هيطلع ان شاء الله حلو جدا، مش هتبطلوا تعملوه بالطريقه دي. بس قبل ما ابتدي الفيديو، انا اماني، ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لي على الوصفات اللي عايزين نقدمها الفتره اللي جايه على القناه. وبس كده، يلا نبتدي ونشوف الطريقه والوصفه والمقادير. اول حاجه هعملها، هجيب نص كوبايه ميه دافيه وهحط عليها نص معلقه كبيره خميره فوريه ونص معلقه كبيره سكر، وهقلبهم مع بعض كويس وهركنهم على جنب علشان اتاكد ان الخميره شغاله. بعد كده هجيب نص كيلو دقيق، يعني حوالي 3 كوبايات ونص. احطهم كده في اي حاجه غويطه، وهحط عليهم معلقتين كبار سمسم، رشه ملح، نص معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقتين كبار لبن بودره. وهنحط كمان آه نص معلقة صغيرة من ريحة الكحك، وربع كوباية نشا. النشا هنا هي اللي هتخلي الكحك ناعم زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. وهحط بقية المكونات اللي انا قلت لكم عليها من شوية، السمسم واللبن البودرة ورشة الملح والبيكنج باودر، ونقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض كده كويس جدا بالشكل ده كده. تمام، وهنركنهم على جنب. هنجيب بقى السمنة. انا مستخدمة هنا آه كوباية وربع سمنة. طبعا يفضل ان هي تكون سمنة بلدي، وممكن كمان تخلطوا السمنة البلدي مع السمنة العلب زي ما تحبوا، لو هيكون اوفر لكم. السمنة هنا انا معايراها وهي لسه بدرجة حرارة الغرفة. حطيتها على النار، دفيت شوية، دفيت بس ما اتقدحتش. وبعدين هحطها على الدقيق. طبعا لو انت هتعملي كمية كحك كبيرة، يفضل ان انت تقدحي السمنة كويس علشان الكحك يقعد معاكي فترة اطول. لكن انا عشان عاملة مقدار صغير، عاملة نص كيلو بس دقيق، فما قدحتش السمنة، سيحتها بس على البوتاجاز. هبتدي بقى ان انا ابس السمنة مع الدقيق كويس، واخلي الدقيق يتشرب كل السمنة. ومفيش اي قطعة دقيق ما يكونش فيها سمنة، لازم كل دقيق يوصل له سمنة. تمام بالشكل ده كده. بعد كده هجيب الخليط بتاع الخميره والميه اللي انا عملتهم في الاول. طبعا خلاص عمل فقاقيع كده من على الوش، والخميره طلعت شغاله كويس. هبتدي ان انا احطها على الدقيق والسمنه، وهبتدي ان انا الم العجينه، بس مش هعجنها، هلمها. شايفين ما بتشققش معايا خالص، ده معناها ان العجينه كويسه جدا. لو حسيتوا ان العجينه بتشقق معاكم، ممكن تضيفوا معلقه كمان سمنه. هسيبه يرتاح 10 دقايق، وبعد كده هبتدي ان انا اعمل كور صغيره كده، وهرصهم في الصينيه. الصينيه انا مش دهناها اي حاجه، انا حطاها زي ما هو كده. وهبتدي بقى ان انا اشكلها بالشكل ده، بالاسطمبه دي اللي بتبقى موجوده في المحلات، منتشره جدا متوفره. تمام. او بالمناقيش زي ما انتوا بتحبوا، في ناس بتحب تستخدم المناقيش. لو مش متوفر عندكم ولا مناقيش ولا الاسطمبه دي، ممكن تجيبوا المضرب ده كده، وتبتدوا تضغطوا على الكحكايه من فوق بالشكل ده، هتديكوا شكل حلو جدا برضو. وبس كده، ممكن تسيبوه يرتاح 10 دقايق بس مش اكتر من كده، عشان لما بنسيبه يرتاح كتير التشكيل ده بيروح مع التخمير. فانا هدخله الفرن على طول على درجة حرارة 180، لحد ما ياخد لون خفيف كده من على الوش، والجزء اللي من تحت الكحكاية تكون لونها بامبا كده، يعني مش هنسيبه يتحمر قوي. وبس سيبته يبرد خالص، وبعدين حطيت عليه السكر البودر. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟ شايفين؟ طري جدا وناعم، تحفة. جربوا وقولوا رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات كتير جديدة. وباي باي.